في 1922 في راجل اسمه تشارلز اوزبورن جات له نوبة زغطة ما قامش منها غير بعد 68 سنة، وبيقولوا ان ده حصل بعد ما كان شايل حيوان تقيل والحيوان ده واقع عليه، وبسبب الموضوع ده دخل موسوعة جينيس لأطول نوبة زغطة استمرت في العالم كله. في 2007 بقى في بنت من ولاية فلوريدا في أمريكا اسمها جينيفر ماي حملت الرقم القياسي للزغطة الأكثر تكرارا 50 مرة في الدقيقة لمدة 4 أسابيع. طب إيه بقى اللي بيخلي الزغطة تجيلنا؟ وإيه هي أصلا الزغطة؟ وإزاي نتخلص منها لما تجيلنا؟ هحكي لك. العلماء بيقولوا ان الزغطه بتبقى بسبب المؤثرات او المحفزات اللي بتعمل ستريتشنج للمعده او بتشد المعده، زي انك تبلع هواء وقت ما انت بتمضغ الاكل او انك تاكل وتشرب بسرعه. وفي علماء تانية بيربطوا الزغطه بالانفعالات والمشاعر زي الضحك، العياط، القلق، الاثاره، التوتر. طب خلينا نبص ايه اللي بيحصل في الجسم وقت الزغطه. الموضوع بيتلخص ان في جسم كل واحد فينا عضله اسمها الحجاب الحاجز. عضله الحجاب الحاجز دي هي اللي بتفصل ما بين البطن والصدر. اوقات عضله الحجاب الحاجز دي بتبتدي تنقبض لا اراديا، فالانقباضات دي بتخلي الفراغات اللي موجوده ما بين احبالك الصوتيه تتقفل، ولما تتقفل ده هينتج عنه شهيق مفاجئ. بس الفراغات اللي لسه مقفوله في احبالك الصوتيه دي دلوقتي منعت دخول الشهيق المفاجئ ده للرئتين، ونتيجه لده سمعت صوت الزغطه اللي احنا بنسال عنه دلوقتي. يعني تقدر تقول بالبلدي كده صوت الزغطه ده صوت فرمله الهواء لانه مش عارف يدخل جسمك. طب ليه ده اصلا بيحصل؟ يعني ليه نستنشق شويه هواء وجسمك يمنعهم من الدخول ونسمع صوت الغير مفهوم ده؟ في علماء بيفسروا ان موضوع الزغطه ده اصلا بيبتدي معانا من واحنا اجلنا في بطون امهاتنا، والموضوع بيفضل يتطور معانا وخصوصا مع الرضاعه عشان يساعد في اخراج الهواء من المعده على صوره تجشؤ. فالتوسع المفاجئ اللي بيحصل لعضله الحجاب الحاجز ده بيدفع الهواء من المعده، واللي بدوره زي ما قلت لك بيقفل الفراغات اللي موجوده ما بين احبالك الصوتيه، وبالتالي بيساعد على عدم دخول حليب الام لرئتين الطفل. طيب نيجي للسؤال المهم، لما يجي لنا الزغطه نعمل ايه؟ في الحقيقه ما تعملش حاجه، لان هو مفيش حل معين اقدر اقوله لك تمنع بيه الزغطه، ولكن في كذا طريقه الناس لما بتجربها في طريقه منهم بتظبط معاهم، زي انك تشرب ميه ساقعه، او انك تكتم نفسك شويه، او ممكن تتنفس في كيس، او ممكن تمضغ لبان، او ممكن تخلي حد يخضك. فاكر لما قلت لك ان الزغطه مرتبطه بالانفعالات؟ في الاخر محدش عارف ايه هي فايده الزغطه، ولا حد عارف ايه الطريقه الفعاله اكتر من غيرها في اللي قلتهم لك دلوقتي تقدر توقف لك الزغطه لما تجيلك. بس المهم في الموضوع في الاخر انك لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.